السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالة ثانوية عامة، الرجالة اللي مكملة للآخر، معاكم إن شاء الله بإذن رب العالمين مستر محمود فتحي شمة، مدرس التاريخ للثانوية العامة. زي ما بنتكلم كل مرة، بنتكلم في إيه كل مرة يا أستاذ؟ كل مرة بنتكلم ونقول أستاذ أنا في الشرح ممتاز، أنا شغال شرح فصل في فصل ممتاز. مشكلتي إن أنا لما بنيجي نحل الامتحانات الروابط واقعة مني. علشان كده إن شاء الله بإذن الله زي ما وعدتك هنعمل كل يوم فيديو عن روابط. الروابط دي هتفيدك بشكل كبير جدا 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 جدا. عشان ما اطولش عليك، لان انا عارف ان وقت حضرتك ثمين ومش فاضي، تعال ندخل في الموضوع على طول. ده الفيديو الثالث ان شاء الله، وزي ما وعدتك كل يوم فيديو. في فيديوهات فاتت ممكن تسمعها هتستفيد منها كتير والله. احنا لقينا ان اهم روابط بتيجي في الامتحان هي الفصل الخامس والسادس والسابع. الخامس والسادس والسابع بيبدأ يربط بالفصل الاول. علشان كده بطلب منك حاجة واحدة، ايه هي؟ ورقة وقلم واكتب معايا. يلا بينا يلا بينا. اول حاجة هنتكلم عليها النهاردة، واحنا برضو مش هنكتر، احنا كل جزئية هنتكلم في 3-4 افكار. اول حاجة هنتكلم عليها النهاردة ان شاء الله لها علاقة عندي بين الفصل الرابع وبين الفصل الاول، هي سنة 1798. من غير ورقة وقلم مش هتعمل حاجة. اكتوبر 1798. في اكتوبر 1798 عندي حدثين. حدث يخص مصر، وهو اثناء وجود الحملة الفرنسية في مصر قام اهالي القاهرة بثورة اسمها ثورة القاهرة الاولى. يبقى اكتوبر 1798 اثناء ثورة القاهرة الاولى كانت فرنسا تتعرض لهزائم. فين الهزيمة اللي كانت بتتعرض لها فرنسا بشكل غير مباشر؟ قال لي عندما قامت انجلترا بفرض معاهدة على سلطان عمان اسمها معاهدة 1798، اكتوبر 1798. هذه المعاهدة التي نصت على 3 حاجات: طرد الرعايا الفرنسيين. يبقى اثناء ثورة القاهرة في مصر فرنسا كانت بتتعرض لمشاكل بس في منطقة اخرى. فين يا استاذ المنطقة الاخرى؟ في الخليج العربي، حيث قامت انجلترا بعقد معاهدة مع سلطان عمان نصت على طرد الرعايا الفرنسيين، عدم انشاء وكالات فرنسية او هولندية. واحنا قلنا الدولة اللي خدت او اتخذت في الرجلين هي هولندا، وقلنا دي اكتر دولة انضرت من الدول الاوروبية في الصراع بين انجلترا وفرنسا، والسماح بوجود حماية انجليزية هناك. يبقى اول ربط انا عملته هو بين ثورة القاهرة الاولى وتعرض فرنسا لهزائم بشكل غير مباشر من انجلترا بالقضاء على مصالحها في منطقة الخليج العربي. دي اول نقطة. يا رب يكون ربط سهل، وانا بقول لك ورقة وقلم اكتب تاريخ 1798 اكتوبر وقسمه لاثنين. اكتب هنا انجلترا في منطقة الخليج العربي وما قامت به من اجراءات ضد فرنسا، والناحية الثانية انت بتكتب حاجة اسمها ثورة القاهرة الاولى اللي كانت بقيادة الازهر الشريف. الفكرة الاولى خلصت. جاهز الفكرة الثانية؟ جاهز للفكرة الثانية. دايما احنا بنعمل حاجة او بنسمع كلمة دايما اسمها اعمال قرصنة. اعمال قرصنة اعمال قرصنة. برضو انا بحاول اجيب يا جماعة، انا هتكلم على حاجتين، على منطقة الخليج العربي والجزائر واللي يخصها في الفصل الاول. اعمال قرصنة انا سمعتها في منطقتين. سمعتها ان اعمال القرصنة تم استغلالها مرة من انجلترا ومرة من فرنسا. تاني كده، اعمال القرصنة تم استغلالها مرة من انجلترا ومرة من فرنسا. مرة من انجلترا عندما برضو فرضت على امارات الخليج العربي معاهدة اسمها معاهدة الصلح العامة سنة 1820. تاني كده، يبقى اعمال القرصنة كتبت كلمة في النص اسمها اعمال القرصنة. هنيجي هنا هنكتب كلمة انجلترا. هتقول لي يا استاذ طب انت ليه ما بتكتبش؟ ليه ما بتجيبش السبورة وتشرح؟ ما هو انا لو عملت كده يا سيدي الفاضل انت هتفضل طول عمرك تسمع، وانا مش عايزك طول عمرك تسمع بس، انا عايز ورقة وقلم وتكتب معايا. اكتب، اشتغل بقى. هتشتغل امتى؟ ده السنة خلصت، يلا هانت. تاني، يبقى اعمال القرصنة هكتب 2، هكتب انجلترا وهكتب فرنسا.
انجلترا استغلت اعمال القرصنه اللي كانت موجوده في الخليج العربي، وفرضت على مشايخ الخليج العربي اتفاقيه اسمها اتفاقيه الصلح العامه، اللي بعد كده سمحت لانجلترا بانها يكون لها وجود في الخليج العربي. نفس الفكره فرنسا استغلت اعمال القرصنه اللي كانت موجوده في الجزائر وحاصرت الشواطئ الجزائريه. بس لا، نقول الفكره اللي قبلها عشان تبقى الفكره مظبوطه افضل. استغلت فرنسا اعمال القرصنه في البحر المتوسط للتنصل. ايه للتنصل؟ لما كانت فرنسا عليها ديون فهي عايزه تتخلص. كان حد قالها لي من الطلبه يا استاذ تخلع باللغه بتاعتك، بس احنا مش هنقول كده، احنا هنقول تتنصل. يبقى استغلت فرنسا اعمال القرصنه اللي موجوده في البحر الاحمر لكي تتنصل من التزاماتها. ايه التزاماتها؟ الديون اللي عليها للجزائر. وقامت بعد كده بحصار الشواطئ الجزائريه لمده 3 سنوات، انتهت بعد ذلك باحتلال فرنسا للجزائر. دي الفكره الثانيه. ندخل على الفكره الثالثه. الفكره الثالثه بقى فكره جميله جدا. لا جميله فعلا، يعني انت هتستغرب لما تسمعها. هو مين اول دوله عربيه دعمت النظام الجمهوري في اوروبا؟ نبدا واحده واحده. مين اول دوله عندها نظام جمهوري في اوروبا؟ فرنسا. يبقى مين الدوله العربيه تفتكر اللي دعمت النظام الجمهوري؟ مين؟ الجزائر. حضرتك خدتها. حضرتك احنا اخدنا في المنهج ان اثناء حصار الدول الاوروبيه لفرنسا، كانت فرنسا بتجيب امنها الغذائي من مين؟ قال لي من الجزائر. يبقى انا كده على طول نستنتج ان اول دوله عربيه وقفت بجوار النظام الجمهوري الفرنسي من الدول العربيه هي الجزائر. دي الفكره الثالثه. يلا بينا نكمل. الفكره الرابعه بتقول ايه يا استاذ؟ خد بالك بقى عشان دي مهمه جدا جدا جدا. احنا بنحاول نجيب الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الخامس. انا بتكلم على محمد علي. محمد علي علاقته بالسلطان العثماني زي ما اتفقنا مرت بمرحلتين. مرحله كانت وفاق، ومحمد علي كان الدراع اليمين للسلطان العثماني لما كان بيحارب في الحركه الوهابيه ولما راح يحارب في المورة. هو محمد علي حارب حرب ثالثه باسم السلطان العثماني؟ في اليمن. لا ركز بقى عشان الفكره دي مهمه. تاني، والله العظيم انت لو تعرف المجهود اللي احنا بنقعد نعمله او اللي انا بعمله عشان اوصل للافكار تستفيد منها. محمد علي عنده حرب مهمه جدا سنه 1837 في اليمن، عندما ظهر محمد علي في اليمن باسم السلطان العثماني. وهنا فكره سؤال ممتازه. بيقول لي انا عندي تناقضت الدولة العثمانية أو تناقضت سياسة الدولة العثمانية مع محمد علي. يعني عملت حاجتين عكس بعض. إيه هو؟ هتقول لي يا أستاذ صلح كوتاهية، بس هو ده اللي أنا عايزه. صلح كوتاهية 1833. التناقض الثاني اللي بعديه عندما عقد صلح كوتاهية مع محمد علي، وفي نفس الوقت راحت الدولة العثمانية عملت معاهدة يوليو 1833 مع روسيا للدفاع عنها ضد محمد علي. لغايه كده العلاقه لو انت واخد بالك العلاقه مش تمام بين محمد علي والسلطان الايه؟ طب اثناء بقى العلاقه اللي مش تمام ديت، او اثناء الصلح اللي احنا بنقول صلح لكنه جاف، يعني يخبئ وراءه مصالح مختلفه، اثناء الفتره ديت هتبدا الدوله العثمانيه تعمل ايه؟ تطلب من محمد علي الذهاب الى اليمن سنة 1837. يبقى ديت فكرة مهمة جدا لازم أن توصل لك. ايه هي الفكرة؟ ان في حرب ثالثة خاضها محمد علي غير الحركة الوهابية غير المورة، هي حروب محمد علي في اليمن باسم السلطان العثماني، واللي المفروض تبقى انت عارف اللي استغلتها انجلترا لاحتلال اليمن. لما خافت من ظهور محمد علي. دي الفكرة الثالثة او الرابعة. الفكرة الخامسة اللي احنا هنتكلم عليها بقى النهاردة، افكار بقى دي سريعة مش هتاخد معانا وقت كتير ان شاء الله.
احنا عندنا حاجه اسمها القرصنه. احنا قلنا القرصنه موجوده في الخليج العربي، القرصنه موجوده في الجزائر. مذابح الاسكندريه سنه 1838 اللي هو يا استاذ في عهد احمد عرابي والخديوي توفيق، في زمن عرابي والخديوي توفيق. عندي 3 مشتركات اهو. فيقول لي ايه الشبه بين مذبحه الاسكندريه او مذابح الاسكندريه، مذبحه الاسكندريه 82، وبين القرصنه اللي موجوده في الجزائر او البحر المتوسط والقرصنه اللي موجوده في الخليج العربي. ال3 دول استغلتهم الدول الاستعماريه لفرض سيطرتها على المناطق اللي حصل فيها ده. فاستغلت انجلترا مذابح الاسكندريه كحجه لاحتلال مصر بحجه فرض الامن، استغلتها في الخليج العربي للسيطره على مناطق الخليج العربي وفرض نفوذها، استغلتها فرنسا للتحلل من او للتنصل من التزاماتها، بعد كده احتلال الجزائر. دي حاجه مهمه لازم تعرف. في حته كمان مهمه قوي قوي، يعني انا بلاقي الناس بتجاوب عليها اجابات غريبه. اسمع، لانك لما بتيجي تشوف الاجابات والوزاره بتحط الاجابات بتلاقي الاساتذه مع احترامي في ناس بتبقى مش واخده بالها من افكار معينه. احنا في حاجه كل الناس تقريبا حافظاها او كل الناس بتتكلم فيها، هو اثناء احتلال فرنسا للجزائر هي الدوله العثمانيه ما اتحركتش؟ لا. هو كتاب المدرسه قال لي ما اتحركتش ليه؟ ما قاليش. خلي بالك بس عشان انت بتسمع كلمه غلط، بتقول لي ان الدوله العثمانيه لم تتحرك بسبب انشغالها بحروبها مع محمد علي. ما حصلش. الجمله دي غلط. الله يبارك لك، ركز ومعاك ملزمتك او كتاب المدرسه الاصل الدستور بتاعنا. كتاب المدرسه بيقول ان احتلال فرنسا للجزائر انتهى سنه 1830. انتهى يعني تم احتلال فرنسا للجزائر 1830، والدوله العثمانيه لم تحرك ساكنه. شكرا. تاني، حروب محمد علي في الشام ضد السلطان العثماني بدأت سنة 1831 في يوليو 1831، يعني بعدها بسنة. يبقى الدولة العثمانية ما كانتش مشغولة. يبقى أنا عندي الجملة اللي عايزك تقف عندها، ما تبتكرش هنا. يبقى الدولة العثمانية لم تتدخل. هو كتاب المدرسة قال لي لم تتدخل ليه؟ لا، يبقى خلاص انتهينا. طب السؤال، ليه محمد علي ما راحش ينقذ الجزائر؟ ده سؤال حلو بقى. هو ليه محمد علي ما راحش يا أستاذ؟ نقول لك بسبب العلاقة الودية اللي كانت تجمع محمد علي بفرنسا. ما تنساش ان فرنسا يا استاذ كانت من الدول المهمة جدا اللي تقف جنب محمد علي، وكانت بتأيد محمد علي، وكان في بعثات تعليمية يا استاذ من مصر لفرنسا. في مشكلة في الجزء ده؟ لا. التشابه الخامس او السادس، ما بعدش بقى، احنا هنقول افكار وانت عليك انك تكتب. ركز واكتب واقرا هنا واقرا هنا واقرا هنا، وشوف كلامنا ان شاء الله باذن الله. هتلاقي كلامنا هو الافكار اللي موجود في الامتحانات ان شاء الله، لان هو الامتحان بص على كل الامتحانات رابط والله. نبدا اتكلمنا على ان فرنسا استولت على الجزائر بعد ما كانت العلاقه طيبه، واحنا اتكلمنا على الجزئيه ديت ان اول دوله عربيه كانت بتأيد النظام الجمهوري بشكل غير مباشر هي الجزائر. طب احنا عندنا في مقاومه. المقاومه بدات سنه 34. خد بالك في فاصل اهو، يبقى الاحتلال بدا 30. اول شكل من اشكال المقاومه كان سنه 34 اللي هو الامير عبد القادر الجزائري. نبدا بقى هنا نتكلم. دي الفكره الثابته اللي انا بتكلم عليها. ايه هي الفكره الثابته يا استاذ؟ هو ايه الشبه بين مقاومه الامير عبد القادر الجزائري، خد بالك عشان دي مهمه، مقاومه الامير عبد القادر الجزائري ومقاومه اهالي الصعيد للاحتلال الفرنسي؟ هو في شبه؟ هتقول لي استخدام القر والفر. لا لا لا، ما تقولش انت، الله يبارك لك. الشبه هو الاعتماد على القوى العربيه. لا تاني كده، الشبه الاستفاده من الدعم العربي. الاستفاده من الدعم العربي. الامير عبد القادر الجزائري استفاد من سلطان مراكش او من حاكم مراكش، صح؟ صح يا استاذ، انت ممتاز. ومين كمان؟ واحنا في مصر يا استاذ اللي هم اهالي الصعيد استفادوا من القوات اللي جات من خلال شبه الجزيره العربيه. يبقى الشبه ملهوش علاقه بحرب المناوشات. الشبه رقم 1 ان هما الاثنين استفادوا من الدعم العربي، سواء من مراكش المغرب بالنسبه للجزائر، سواء من شبه الجزيره العربيه بالنسبه لمصر. يلا بينا كده على الفكره السابعه. الفكره السابعه، موقف مصر اختلف عن موقف مراكش، بس عشان ابقى انا دقيق. موقف مصر بعد ثوره 23 يوليو 52
اختلف عن موقف سلطان مراكش. تعالى كده نشوف الفكرة اللي احنا عايزين نوصل لها. حضرتك عارف سلطان مراكش لما كان بيساعد عبد القادر وتم قصفه، قال لهم انا ماليش دعوه، انا اسف، انا مش هساعد حد، روح يا عم عبد القادر مع نفسك. يبقى سلطان مراكش لما تعرض للقصف تخلى عن تأييده للسلطان، او تأييده اسف لعبد القادر الجزائري. احنا بقى في مصر بعد ثورة 23 يوليو 52 لما أيدنا الثورة الجزائرية وتعرضت مصر للقصف، هي العدوان الثلاثي، أثناء العدوان الثلاثي، هل مصر تخلت عن الجزائر؟ لا. يبقى أنا عندي صلابة للموقف المصري على عكس مراكش التي لم تقف صلبة بجوار الأمير عبد القادر الجزائري. يا رب تكون خدت بالك من الاختلاف اللي موجود هنا. طب تعال نكمل تاني. برضو شبه، احنا بنقول افكار بسيطه ان شاء الله. في عندي شبه بين عبد القادر الجزائري واحمد عرابي. ايه الشبه بين عبد القادر؟ ان هما الاثنين تعرضوا للنفي، ده ما فيهوش اي حاجه، ده احنا لقيناها كده قلنا نقولها بالمره. طب في حاجه تانية خلي بالك بقى. عبد القادر كان بيواجه الاستعمار الموجود في بلاده، يعني كانت الجزائر تم احتلالها فعليا وعبد القادر بيقاوم او عنده رغبه في التخلص من الاستعمار. تاني اهو، عبد القادر عنده رغبه في التخلص من الاستعمار، لكن احمد عرابي بيواجه الاستعمار اللي لسه جاي. يبقى عندي في واحد بيقاوم اللي هو عبد القادر الاستعمار اللي موجود فعليا، واحد بيقاوم الاستعمار اللي في طريقه لاحتلال مصر. يبقى احنا عندنا شبه ان هما الاثنين تم نفيهم خارج البلاد، عندي اختلاف ان واحد بيقاوم الاستعمار الموجود حرفيا، واحد بيواجه التدخل الانجليزي في شؤون مصر اللي هو احمد عرابي. طيب خد بالك بقى من الحته دي، قربنا ان شاء الله. الفكره السابعه. ايه هي الفكره السابعه يا استاذ؟ الفكره السابعه احنا بنتكلم على حكام الجزائر. يا ريت تكون بتكتب ورقه وقلم يا ست الكل. عندي حكام الجزائر قبل سنه 1827. الشبه بين حكام الجزائر قبل سنه 1827 ومحمد علي سنه 1840 ومصطفى كامل قبل 1904. يبقى انا عندي مصطفى كامل ومحمد علي وحكام الجزائر قبل 1827. الثلاثه دول متشابهين في حاجه، هو الثقه في فرنسا. حكام الجزائر كانوا بيدوا لفرنسا القمح من غير فلوس. محمد علي رفض معاهده او رفض تنفيذ معاهده لندن ثقه في فرنسا انها هتقف جنبه، طبعا فرنسا تخلت عنه. مصطفى كامل كان بيروح لفرنسا وزار فرنسا اكتر من مره متخيل ان فرنسا هتقف عنه. للاسف الشبه ان هم الثلاثه اعتمدوا على فرنسا. طب ايه يا استاذ الشبه الثاني؟ ان فرنسا عملت فيهم هم الثلاثه التخلي. فرنسا في النهايه انتهت باحتلال الجزائر ورفضت دفع الاموال اللي عليها لحكام الجزائر. فرنسا رفضت الوقوف بجوار محمد علي وتخلت عن محمد علي وتم فرض معاهده لندن على محمد علي. فرنسا وقعت الاتفاق الودي مع انجلترا وتخلت عن تأييدها لمصطفى كامل. اخر حته برضو انا بتكلم برضو لو انت خدت بالك، انا بتكلم على الجزائر وفتره الاستعمار الفرنسي للجزائر، ومش كل الافكار انت تقدر تقرا ياما. انا مش بتكلم على القرايه، انا بحاول اجيب لك ربط. بتكلم على اخر حاجه وانا بتكلم على الاستعمار، فبقول الشبه بين انجلترا وبين فرنسا، بين انجلترا وفرنسا ان هما الاثنين سعوا لتوطين اليهود. سعي لتوطين اليهود. اول من سعى لتوطين اليهود هي انجلترا، لا اسف هي فرنسا بتوطين اليهود في الجزائر. تاني دولة سعت للتخلص من اليهود او لتوطين اليهود كانت انجلترا بتوطينهم في فلسطين. الفكرة الاخيرة، وان كده ان شاء الله باذن الله تكون خلصنا. وطبعا مش هقول لك عندك فيديوهات تقدر تسمع كل الافكار، وزي ما وعدتك كل يوم هنعمل فكرة. الفكرة الاخيرة مهمة جدا، معلش هيبقى فكرتين مش فكرة واحدة. الفكرة الاولى بتقول ان شاركت فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1856 في ظل وزارة او في ظل الجمهورية الرابعة للحاكم جي موليه. تاني، شاركت فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر اثناء فترة حكم جي موليه اللي هي الجمهورية الرابعة. اخر فكرة ونشوفك على خير ان شاء الله باذن الله فيديو جديد. هو ايه الشبه بين صلح إيفيان
1962 وصلح إميان 1802. هقول الجملة تاني: الشبه بين صلح إيفيان 1962 وصلح إميان 1802. الاثنين متشابهين في التخلص من الاستعمار. صلح إيفيان حصلت فيه الجزائر على استقلالها من الاحتلال الفرنسي، صلح إميان خرجت إنجلترا من مصر. يبقى هنا الشبه بين الاثنين هو التخلص من الاستعمار القائم. يا رب تكون استفدت. كان معاك مستر محمود فتحي شمة، مدرس التاريخ للثانوية العامة. يا رب